وجهة نظرنا وإدراكنا في بعض الأمور بتختلف قوي من فترة للتانية. أنا مش محتاجة أعمل حاجات معينة علشان أبقى كفاية. أنا كفاية زي ما أنا بقبل نفسي زي ما أنا، ومدركة كويس قوي إن أنا ممكن أكون أنا اللي مش بلائم أي مكان بدخله. أنا ممكن أكون لايقة على الحاجة اللي فعلا شبهي، مش أي مكان بدخله وخلاص. المجتمع دايما أو كل حاجة حوالينا بيجسدوا دايما إن الشخص اللي محبوب أكتر أو الشخص الأحسن هو الاجتماعي، هو اللي عنده طاقة طول الوقت، هو اللذيذ، هو اللي دمه خفيف، هو اللي قادر يعرف ناس كتيرة. فده خلى في نوعية من الناس أو في ناس أصلا طبيعتهم بتبقى انطوائية، إن هم مش قابلين نفسهم كفاية، أو إن حتى الناس اللي في محيطهم بيشوفوهم إن هم مش كفاية. هم مع نفسهم شوية، مش بيختلطوا كتير مع الناس، انتقائيين، مش بيندمجوا في كل الأماكن، ليهم نشاطات معينة. فده بيخليهم دايما بيحسوا ان هم مش كفايه، لان الناس دايما بتبص لهم اللي هو لما بيكون في محيطهم حد تاني مثلا اجتماعي او اكثر قبولا اجتماعيا، بيتبص له ان هو محبوب اكتر او بيقدروه اكتر. فلا اراديا الشخص ده بيبتدي يحس ان هو انا مفيش حد بيحبني، او ان انا منبوذ، او الناس ما بتهتمش بيا او ما بيحبونيش زي ما انا. بيحس دايما ان هو عايز يعمل اكتر، عايز يبقى احسن، عايز يحس ان هو بيتبنى بعض الوجوه اللي ممكن تكون مش شبهه، وبيحس ان الموضوع بالنسبه له صعب، او بيعيش حتى حياه ممكن تكون هي مش شبهه. مش لازم، والله العظيم قسما بالله مش لازم نعمل كده. مش لازم دايما نبقى بناخد حب كل الناس، وللاسف الشديد مش هو ده اللي مقبول اكتر، فاحنا لازم نعمل اكتر عشان نبقى شبهه. لا والله يا جماعه مش لازم. وخصوصا كمان عارفين واحنا بنكبر ممكن نكون الشخص ده في فترة معينة، بعد كده بنبتدي نحس لا، ان احنا بقينا انتقائيين، بقينا اهدى، بقينا مش بنبقى بنختلط اكتر، بقينا مع نفسنا، بقينا بيتوتين، بقينا هاديين، بنحب الروقان والهدوء.